بيبدأ الفيلم معانا بداية سريعة كده بواحدة ست وهي بتولد طفلتها، ومع الوقت الطفلة بتكبر وبنشوف قد إيه هي بنت جميلة وبيكون اسمها هانا، وبتكون مامتها بتحبها جدا وكل حاجة ماشية بشكل طبيعي جدا جدا لحد لما بتكمل هانا سن 16 سنة. وهنا كانت نهاية قصتها الجميلة لما الدكتورة بتقول لمامة هانا إنها مصابة بمرض السرطان، والأم بتنهار وبتبقى مش عارفة تعمل لها أي حاجة. وفي مكان ووقت تاني خالص بنشوف الدكتورة ليزا باكنيس دكتورة اللغات وهي رايحة للجامعة عشان تدي محاضرة في اللغة البرتغالية، بس بتلاقي ان في حاجات غريبة بتحصل زي ان المدرج ما فيهوش غير السبع اشخاص دول بس، وبيكونوا مركزين في اللابتوب، وواحدة منهم بتطلب منها ان هي تفتح التلفزيون على نشرة الاخبار، وبتلاقي الاخبار كلها بتتكلم ان في جسم غريب هبط على كوكب الارض والناس شاكة ان هي سفينة فضائية. والغريب انها مش بتكون بس في امريكا، لا، بيبقى في 12 سفينة غيرها في 12 دولة مختلفة، منهم الصين وروسيا وكمان في قارة افريقيا. والحكومة بتعلن حالة الطوارئ وبتطلب من كل الاشخاص انهم يروحوا، وخصوصا في الجامعات. والدكتورة ليزا ما بتبقاش فاهمة اي حاجة وبتروح زي باقي الناس، لكن بتلاقي طيارات حربية في كل مكان والوضع فعلا ما بيكونش امان خالص، ودي حاجة بتوترها جدا. لكن بتروح وبتحاول تطمن على مامتها وبتهديها ليزا وبتقول لها ما تتفرجش على قنوات الاخبار كتير، وان الحكومه موجوده والوضع امان جدا، على الرغم اصلا ان ليزا نفسها بتكون خايفه. ولما بتروح ليزا تاني يوم الجامعه بتلاقي مفيش فيها اي حد خالص، ولا حتى طلاب ولا دكاتره. الدكاتره لا، بيكون عددهم قليل جدا الصراحه. فبتدخل المكتب بتاعها وبتفضل تتابع الاخبار اللي بتكون مقلقه جدا جدا. وفي دول كبيره بدات تاخد اجراءات امان واجراءات اقتصاديه لانهم خايفين من الوضع الحالي. في الوقت ده بقى بيجي المكتب ليزا جنرال من الجيش اسمه جي تي، وبيقول لها ان هو عارف ان هي خبيرة لغات وعشان كده عايز ياخد رأيها في حاجة كده، وكويس ان هي متابعة الاوضاع الحالية. وبيقول لها بقى على تاريخها المهني كله، وبيكون واضح ان هو عامل عنها تحريات كويسة وتقريبا كده مجهز لها ملف يعني. وبيطلب منها تترجم له كام ثانية كده، وبيشغل لها المسجل واللي بيبقى فيه شخص بيتكلم وبيسأل حد تاني هو مين وبيعمل ايه هنا، بس الشخص التاني ده ما بيعملش اي حاجة غير انه بيزوم وبيطلع اصوات غريبة. هنا بتستغرب ليزا وبتسكت لحظة كده وبتقول له ان البشري ده بيتكلم مع كائن غريب مش موجود اصلا على كوكب الارض، وان احتمال دي ما تبقاش لغة اصلا، بس عشان تقدر تفسر الكلام ده كويس لازم تتواصل مع الكائن ده بنفسها، وخصوصا انها شاكة ان هو مش كائن واحد، دول اكتر من كائن كمان. لكن لما ما بتعرفش تترجم الجنرال جي تي بيقول لها ان مهمتها لحد كده انتهت، وبيرفض انها تقابل الكائن ده. فلما بتقول انها شاكه ان الكائن ده احتمال ما يكونش عنده بق، بس هو ما بيهتمش بكلامها وبيسيبها وبيمشي. وبتروح ليزا للبيت وبتحاول انها تنام، بس فعلا الصوت اللي سمعته ده بيخليها مش قادره تنام. والساعه واحدة بالليل كده بتلاقي صوت طياره هبطت قدام البيت بتاعها، وبتطلع طياره حربيه. ولما بتفتح الباب بتلاقي الجنرال جي تي قدامها وبيقول لها ان قدامها 10 دقايق تجهز نفسها علشان تيجي معاه وتقابل الكائن ده بنفسها، على الرغم من انه من شويه قال لها خلاص مهمتك انتهت لحد هنا. لكن ليزا فعلا بتطلع اصلا بهدومها اللي هي لابساها وبتركب معاه الطياره، وتكون اول مره تركب طياره حربيه. وبيكون معاهم في الطياره شخص قاعد قدامها وبيعرفوا الجنرال جي تي ان ده عالم الفيزياء ايان. لكن ليزا بتكون مش سامعه حاجه فبيديها سماعه عشان تعرف تتواصل معاهم. وبيكون العالم ايان معاه واحد من الكتب بتاعتها وبيقرا لها المقدمه، وبيقول لها ان ده كلام جميل جدا لكن مش علمي تماما، وان اللغه هي مش اساس الحضاره ولا حاجه زي ما هي كاتبه في الكتاب، لان العلم هو اللي بيخلي في حاجه اسمها حضاره. فبتقول له ليزا كل واحد بيشوف العلم بتاعه من وجهه نظره يا حبيبي، ومن غير اللغه ما كانش هيبقى في علم. فبيعرف ايان ان هي فعلا حد ذكي جدا وبيبطل يرخم عليها. وبيقول لهم الجنرال جي تي انهم هما الاثنين هيشتغلوا مع بعض ومع باقي الفريق اللي هيروحوا يتعرفوا عليه دلوقتي عشان يعرفوا ايه هو الجسم الغريب ده اللي ظهر فجأة على الكوكب بتاعنا ده. بعد كام ساعة بيكونوا وصلوا للمكان اللي وقع فيه الجسم اللي مفكرينه سفينة فضائية، واللي بيكون على شكل صحن بيضاوي واقف على جنبه بشكل مذهل وغريب وخارق لقوانين الجاذبية في كوكب الأرض في نفس الوقت، واللي بيبقى حجمه ضخم جدا مقارنة بالطيارات والجبال اللي حواليه. وهم داخلين بقى من هنا بيشوفوا الضباط خارجين
خارجين ومعاهم جثث وبتبقى فتحة خير ان شاء الله. بيدخلوا المكان اللي متجمعين فيه الضباط والدكاترة، فلما بتسألهم ليزا مين الشخص اللي كانوا بينقلوه بره ده، بيقول لها الدكتور اللي معاهم ان ده كان عالم لغات برضه، بس عمل حاجة غلط واتصاب بغاز كان موجود في قلب السفينة ونقلوه على المستشفى، وعشان كده بيعاقمهم وبيديهم حقن عشان تقوي مناعتهم لحسن حاجة تحصل لهم جوه ولا حاجة. وبعدها بتروح ليزا وأيان مع جي تي وبيوريها الوحدات اللي بيتواصلوا بيها مع باقي العلماء من الدول المختلفة التانية، عشان دلوقتي في 12 دولة محطوطين في نفس الموقف، وكل دولة منهم بتحاول انها توصل في أسرع وقت لمعرفة هوية وأهداف وجود الأجسام الغريبة دي وأضرارها على دولهم. وهناك بيتعرفوا على المتحدث الرسمي السيد داني، واللي ما بيبقاش طايق حد خالص، هو طايق القميص اللي عليه بالعافيه اساسا. الجنرال جي تي بياخد ايان وليزا عشان يعرفهم على باقي الدكاتره اللي معاهم، وبيطلب منهم بقى يجهزوا علشان يطلعوا على السفينه الفضائيه. بيدخلوا يلبسوا انابيب الاكسجين والبدل الواقيه واللي بتبقى تقيله جدا على ليزا وبتخنقها، بس الجنرال بيقولها انها هتتعود عليها، مش هينفع انها تقلعها خالص. بيتحركوا بعربيه لحد المكان اللي فيه السفينه الفضائيه، وبتنفاجئ ان هي اصلا مش لامسه الارض وانها طايره في الهواء كده زي ما قلت لكم، عكس كل قوانين الجاذبيه في الارض. وبيركبوا كلهم ونش رافع بيوصلهم لجوه السفينه الفضائيه عشان نزيد بقى في الابهار ونكتشف ان في فتحه بتاعه السفينه، مجرد ما بيدخلوا فيها بتنعدم الجاذبيه في المكان خالص، وبيبقى عادي جدا انهم يطيروا او يمشوا على الجدران بتاعه السفينه من جوه. ودي حاجه بتخوف ليزا كل ما بتقرب، لكن لما بتلاقي كل الدكاتره والظباط اللي معاهم قدروا انهم ينطوا فوق بيتحركوا عادي جدا وبيمشوا على الجدار. بتحاول انها تستجمع شجاعتها بس برضه بتفضل خايفه، فالجنرال جي تي بيشدها وبينط بيها للجدار، وبعدها ايان وبيتحركوا لحد لما بيوصلوا لمكان تاني وبيبقى فيه زي شباك ضخم كده عبارة عن عازل من الازاز بيفصل بينهم وما بين باقي السفينة. بتقرب ليزا وبتسمع اكتر صوت الكائنات وهو نفس الصوت اللي سمعته في التسجيل، وباقي الفريق بقى بيحط المعدات بتاعتهم، وفجأة بتشوف ليزا دخان غريب بيظهر من ورا الازاز والصوت بيقرب كل شوية اكتر واكتر، وبتظهر لهم بقى اجسام غريبة زي الاخطبوط لكن بحجم ضخم جدا فيها عدد رجول كتير جدا. وليزا ما بتتحملش الصوت ولا المنظر وكان يغمى عليها اساسا، وعشان كده بيخرجوا من المكان لان بيبقى ليهم مده معينه كل يوم وبيرجعوا تاني على المعسكر. بتحاول ليزا انها توصل لاي حاجه من الحاجات اللي سجلوها للكائنات دي ومن صوتهم بس مفيش فايده. اما الجنرال جي تي فبيتابع الاخبار العالميه، وطبعا مش عايز اقول لكم ازاي العالم كله بيبقى خايف، وناس بيقولوا انها لعنه، وناس بتقول انها ارواح شريره، وناس بيقولوا ان السيد المسيح نزل على الارض، والمعظم بيقولوا ان دول فضائيين جايين يغزوا الارض. يا نهار ابيض. وطبعا قنوات الاعلام عمالين يطلعوا اشاعات في كل حته، وده وصل الناس للفوضى وحصل عمليات سرقه كتير وحرق في العالم كله خصوصا امريكا، وده بيخلي الضغط على الفريق بيكون اقوى علشان يخلصوا مهمتهم بسرعه ويطلعوا معلومات مفيده تهدي الناس والشعوب في نفس الوقت. بيفضلوا كل يوم يروحوا ويتكلموا مع الكائنات دي، لكن ليزا برضه ما بتبقاش واصله لاي حاجه لان صوتهم مش لغه اصلا. وعشان كده بتتوصل ليزا وبتقول للجنرال جي تي ان احتمال كبير انهم اصلا بيكونوا ما بيتكلموش وبيتواصلوا عن طريق حاجات تانية زي الحروف او الحركات، وهي هتعمل تجربة جديدة كده. وبيطلعوا فعلا المكان وبتاخد معاه سبورة وبتكتب عليها بشري، وبتقرب ليزا منهم وبتقول لهم ان هي بشرية انتم بقى مين، وبتحاول تتكلم معاهم. وبعد هدوء شوية ثواني كده اللي مرت على ليزا كأنها شهر، اخيرا بيوصل للكائنين اللي قصادها دول لاعلى درجة من النشاط، وواحد فيهم بيرفع واحد من دراعاته اللي بتكون فيها 5 صوابع وبيطلع منها حبر لونه اسود بيرسم بيها اشكال غريبة. فبتصورها طبعا الكاميرات وبيقولوا ان اكيد الاشكال دي هي اللغة بتاعتهم او بيعبروا بيها عن حاجة، وكمان بيظهروا شكل واثنين وثلاثة واربعة، وده في حد ذاته انجاز عظيم لان كده بقى في حاجة يتواصلوا بيها مع بعض. وليزا طلع عندها حق وانهم فعلا ما عندهمش بق وما بيتكلموش. ولما رجعوا للمختبر جي تي بيقولها ان اللي هم عملوا حاجة كويسة لكن برضه ما وصلوش لاي حاجة ولازم يعرفوا الرموز دي معناها ايه. فبتقول له ليزا انهم دلوقتي عاملين زي الامريكان لما تقابلوا
مع السكان الاصليين، واللي فضلوا يقولوا لهم كنغر، وكانوا يقصدوا بيها وقتها اهلا بيكم، لكن الاجانب ما قدروش يفهموا وقتها. طبعا جي تي ما بيفهمش هي عايزه تقول ايه، فبتقول له هبسطها لك ان معناها انهم ممكن يكونوا نيتهم حاجه تانية، وده الاساس اللي هتعامل عليه معاهم. فبيقول اعملي اي حاجه، المهم انك توصلي لمعلومات مؤكده عشان الدنيا مقلوبه بره. فايان بيقول لها القصه دي من خيالك صح، لان ملهاش اساس علمي يعني. فبتقول له ليزا مش مهم يكون ليها اساس علمي ولا لا، المهم ان هي تكون وصلت رسالة. فبيعجب بيها ايان جدا وبذكائها كمان، وبيروحوا يتواصلوا مع العلماء من البلاد الباقية. بس بيكتشفوا بقى ان رئيس وزراء الصين مثلا شينج قرر ان هو يبعت عدد من الجيش بتاعه يحاصروا السفينة الفضائية عندهم، لان هو شاكك ان الكائنات دي مش هيجي من وراها خير، والصين طبعا ليها سوابق كتير، ده كفايه كورونا. في الوقت ده ليزا بتطنش كل اللي بيحصل ده، وبتكون مجهزة شوية كلمات بسيطة كده علشان تعلمها للكائنات الفضائية اللي عندها عشان تعرف تتواصل معاهم. وجي تي بيسألها ايه الكلمات دي، فبتقوله ليزا ان الكلمات دي تبان بسيطة، بس في نهاية الكلمات دي هتفهمها حاجات كتير وتخليها تعرف تتواصل معاهم بشكل اسرع. فبيقتنع بوجهة نظرها وبيقول لها يلا بينا، وبيطلعوا للكائنات الفضائية عشان تتواصل معاهم. وبتبدأ ليزا واحدة واحدة تتكلم معاهم، وكل كلمة هي بتقولها بتحاول انها تخليهم يعملوا شكل من الاشكال اللي بيرسموها بالحبر بتاعهم عشان من خلالها تقدر تتواصل معاها. وبنعرف بقى ان الكائنات دي بتكون ذكية جدا، واصلا بيقدروا يفهموا كلام ليزا، فهي بتعمل كل ده عشان هي اللي تقدر تفهمهم وتعرف هدفهم ايه. وبتحس ليزا ان الكائنات عايزه تتعرف عليها، وعشان كده بتخلع اللبس الواقي بتاعها. وعلى الرغم ان الدكاتره بيتواصلوا معاها وبيحذروها، بس هي بتقول لهم ان الكائنات هنا محتاجين يحسوا بالامان، لانها مش شايفه ان هم عدوانيين خالص. وفعلا بتخلع اللبس، وبتخلع كمان الخوذه وانبوبه الاكسجين، وبتتنفس طبيعي جدا، وبتقرب اكتر من الازاز العازل. وبتعرف الكائنات دي على اسمها، وان اسمها ليزا، وبيكون واضح انهم فعلا مسالمين جدا واتعرفوا فعلا عليها. وحتى لما بتلمس الازاز بتلاقي واحد من الكائنات دي هو كمان لمس الازاز وكانه عايز يتعرف عليها وبيسلم عليها، وبتستغرب ان هو عنده 5 صوابع في دراعه زي البشر، وكمان بيدوها شكل رسمه بتعبر فيها عن اسمها. فبتطلب ليزا من ايان كمان يخلع البدله ويعرف عن نفسه، وفعلا بيعمل كده وبيقتنع بوجهه نظرها. وبتعرف الكائنات على ايان، وبيدي لها هو كمان شكل رسمه تعبر عن اسمه. مش كده وبس، ده الكائنين دول بيرسموا اسمائهم هم كمان، وايان وليزا بيختاروا لهم اسمين ابوت وكوتسيل. وبييجوا كل العلماء مستغربين ومش مصدقين التطور اللي وصلوا ليه مع الكائنات دي، على عكس العالم كله اللي شايفينها كائنات معديه، وكله عمال بيجهز الجيوش بتاعته عشان الحرب اللي هتبدا مع الفضائيين دول. بتتغير ليزا بعد الموقف ده، بتحس دايما بدوخه وتعب، فالدكاتره بياخدوا منها عينه دم عشان يشوفوا ايه اللي حصل لها. والغريب ان ما بيبقاش في اي اشعاع او اي حاجه اصابتها، ومعنى كده ان ما فيش اشعاع اصلا في السفينه ولا الكائنات دي مضره، وان ما فيش داعي لكل الحرص والامان اللي هما بيعملوه ده. بنشوف واحد بقى من ضباط الجيش اللي بيكلم مراته، وبتفضل تعيط يا عينه، وبتقول له ان الكائنات دول قتلوا باباها، مع ان ما حدش فيهم اتحرك من السفينه اصلا، وانهم هيدمروا العالم. وبيحاول جوزها يهديها، لكن هو اصلا من جوه بيبقى خايف وحاسس فعلا ان الكائنات دي مش جاي من وراها اي خير. ليزا بقى بتفضل ترسم الاشكال للكائنات كانت بترسمها علشان تحللها، والغريب ان بعدها بيجي لمخيلتها وتفكيرها ذكريات عن طفل صغير، والطفله دي بتكون هي نفسها هنا، لكن ليزا ما تعرفش مين دي. ايان بقى بيقدر يتوصل من الحضارات القديمة ان الكائنات دي واللي عندها 7 رجول اسمهم بيهوتوين هم كائنات اسطورية بيظهروا وبيختفوا من غير ما حد يقدر يستدل عليهم. وبيكتشف كمان ان 12 سفينة بيقدروا يتواصلوا مع بعض بطريقة خفية محدش عارفها، ممكن يكون عن طريق الهواء، محدش عارف ولا حد عارف يكتشف ده اصلا. وبيكون ليهم هدف مشترك، والمفروض بقى الفريق يعرفوا الهدف ده لان هو هدفهم التدمير، فده هيكون على الكوكب كله. ولو هدفهم حاجة كويسة فده هيكون حاجة كويسة للكل، وخصوصا بقى انهم موجودين في اكبر 12 دولة في العالم.
مع الوقت بيلاحظ ايان ان الكائنات دي بيحاولوا دايما يتواصلوا معاهم عن طريق الحركات وبيقلدوهم في كل حاجه، وليزا والفريق بتاعها بيبداوا يترجموا الكلمات او الرسومات وبيفضلوا اسبوع ورا التاني يحللوها وبيعلموهم كلمات جديده وبيحللوا الرسومات بتاعتهم عشان يعرفوا فعلا يتواصلوا معاهم. وبعد فتره من الوقت بنشوف ان مش بس الاعلان اللي بيحرض الناس وبيقول لهم ان في كارثه جايه على كوكب الارض، ده كمان المشاهير واليوتيوبرز قاعدين بيلعبوا في دماغ الشباب وبيقولوا لهم ان الدول العظمى المفروض يدمروا السفن الفضائيه، عايزين يعلوا الريتش يعني، وبيدمروا اللي عليها. ومن اللي بيسمع بقى الكلام ده نفس الضابط اللي كان بيكلم مراته من شويه وكان خايف جدا، هو واحد صاحبه، وشكلهم كده بداوا يتاثروا بكلام الاعلام واليوتيوبرز منهم لله. مع الوقت ومع ضغط الشغل بنشوف ان ليزا بدات تتعب، والغريب بقى انها بتفضل برضه تفتكر ذكريات من حياه هانا، وكانت بتنادلها باسم ماما وبتوريها رسمه هي رسمتها في المدرسه وفيها باباها ومامتها بيتكلموا مع كائنات شبه الكائنات الفضائيه بالظبط. ليزا شافت الصورة وبيحاول ايان يهديها وبيسألها لو كان في حاجة، بس هي ما بترضاش تقول انها بيجي لها هلاوس. والاغرب ان ليزا بتفضل تشوف حياة هانا لحد لما بتكبر وتتصاب بالسرطان وبتبقى هي اللي جنبها، وكان ليزا هي مامتها هنا. اول لما بتروح ايان بيروح وراها وبيتكلم معاها وبيقول لها ان علماء اللغه معظمهم بيجي لهم تهيؤات وهلاوس، فبتقول له ان دي نظريه طبيه من كتر اللغات الكتيره والثقافات اللي بيتعرفوا عليها. فبيسالها لو هي بقى بيجي لها هلاوس من بعد ما تواصلت مع الكائنات الفضائيه دي، لان في دكاتره بيشوفوا حاجات غريبه كده يعني. بتقول له لا، وان هي كويسه واكيد يعني هي مش مجنونه، والغريب انها بتشوف واحد من الكائنات دي جنبها، بس بيطلع ان كل ده حلم في الاخر. وبتصحى على صوت خبط الباب وبيكون الجنرال جي تي اللي بيسألها لو بتفهم صيني، فبتقول له ايوه، وبيديها فيديو كده رئيس الوزراء الصيني شنغهاي لما بيترجموا بيطلع كلام ملخبط كده ومش مفهوم، ومعناها ان هم بيستعدوا للهجوم بالاسلحه. لما بتطلع ليزا للكائنات وبتتكلم معاهم بتقول لهم ايه هدفهم من وجودهم هنا، بيقولوا لها عشان يعرضوا سلاح. وطبعا هي لما بتترجم الجمله دي الدنيا بتقوم ما بتقعدش، اللي هو سلاح ايه يا عم، وما جايين علشان يدمروا الكوكب بتاعهم. ومحدش بيقتنع خالص بوجهة نظر ليزا اللي بتقول لهم كلمة سلاح، وده لهم نفس الرسمة. وقالت لهم ممكن يكونوا عايزين أداة معينة أو بيدوروا على حاجة معينة، ومش لازم يكونوا جايين في دمار يعني. لكن محدش بيقتنع بوجهة نظرها، وخصوصا داني اللي بيبقى مصمم يدمر الكائنات دي وشايف ان ده الحل الامثل، وحتى بيرفض ان ليزا توصل الكلام اللي هي وصلته ده لباقي العلماء اللي مشتركين معاها. وهنا كانت الصدمة لان عدد كبير من الدول انضموا لقرار الصين في انهم يدمروا المركبات الفضائيه دي، ومنهم دول ضخمه غير الصين زي روسيا واسبانيا جنوب افريقيا والهند، يعني كلهم دول عظمى، واكيد ده هيأثر جدا على الرأي العام. ليزا بتطلع تاني تتكلم مع الكائنات الفضائيه رغم ان اصلا الضباط كانوا بيجهزوا نفسهم عشان يخلوا المكان، بس هي بتطلع مع عيان تتكلم معاهم، او الضابط جي تي بيراقبهم عن طريق الكاميرات. وبتبدأ ليزا بقى تسألهم اسئله زي يقصد ايه ابي، بيقول لها ان سلاحنا ممكن يبقى تقنيه معينه متطوره جدا ومش مبسوط بالسلاح للحرب. وساعتها واحد من الكائنات دول بيخبط على الازاز العازل وكانه بيطلب منها تقرب عشان عايز يوريها حاجه معينه. ولما بتقرب ليزا وبتلمس الازاز بيجي لها ذكريات اكتر من حياه هانا. وبعدها الكائن بيعمل رمز، وساعتها الكائن التاني بيستخدم رجوله السبعه بيكتبوا عدد مهول من الكلمات، واللي بيبقى حجمها صغير جدا وكانهم عايزين يوصلوا رساله بس ضخمه. اللحظه دي بقى بنشوف 7 عربيات بيتحركوا بسرعه لحد لما بيوصلوا لمكان السفينه الفضائيه، وبيكون معاهم اسلحه وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا انهم هيفضلوا يضربوا نار لحد لما يدمروا المكان. وللاسف صوت النار والطلق الناري ده بيزعل الكائنات الفضائيه جدا اللي بتطلع صوت قوي، وبترمي ليزا وايام بره السفينه وبتقفل الباب. وبنعرف ان اللي عمل كده هم مجموعه الشباب في الجيش واللي تاثروا بكلام الاعلام الخارجي واليوتيوبرز منهم لله، وكانوا عايزين يدمروا السفينه الفضائيه طبعا بقياده الضابط اللي كان بيكلم مراته وخايف. بتفوق ليزا وهي في المعسكر وبيقول لها الدكتور انها اتصابت بسبب اللي حصل، ولما بتقوم بتلاقي ان القاده كلهم مصممين يلموا كل حاجتهم ويمشوا من المكان، بس بيلاقوا ان في حركه قويه بتحصل. وبعد كده بيلاقوا ان المركبه الفضائيه رفعت نفسها على علو ارتفاع كبير جدا من الارض، مش اي حد يقدر يوصل لها الا الطياره. والوضع في الدول اللي بره بيبقى وحش جدا، لان كل الدول حرفيا حركوا الاساطيل والسفن والطيارات كلها عند السفن الفضائيه، وما عادش غير الولايات المتحده الامريكيه. وليزا وايام بيفضلوا يشتغلوا على الكلمات دي اللي
فبيقولوا انها محتاجة سنتين عما يفكوا الكلمات دي وبيعرفوا معناها ويربطوها مع الكلمة التانية. وقتها بتحس ليزا باليأس. والغريب بقى ان ليزا بيجي في دماغها ذكرى لهانا وهي كبيرة قبل ما تتصاب بالسرطان، وبتسألها وبتقول لها ايه معنى الكلمة اللي بنقولها لما بيكون في طرفين في منافسة لكن بتكون منافسة عادلة بينهم يعني، والطرفين محدش فيهم بيخسر او بيفوز. فليزا بتقول لها انها مش عارفة، ولو عايزة حاجة علمية تتصل بابوها وهو هيعرفها. بتفوق ليزا من الذكرى دي، بتلاقي ايان توصل لحل كويس جدا، وهو انه دخل الشفرات دي على برنامج وقدر يعرف ان هي عبارة عن عدد بسيط من الكلمات لكن متكرر بشكل كبير، واكتر كلمة فيهم هي كلمة الزمن واللي بتمثل 12% من عدد الكلمات. فبتروح ليزا تشرح كل ده للفريق، بس بيرد عليها اكتر حد محبط في الدنيا داني، اللي بيقول لها انهم كده المفروض اصلا يدمروا السفينة دي من بدري ويعملوا زي الصين وروسيا. فليزا بتطلب فرصة انها تتواصل مع رؤساء الدول يمكن تعرف تقنعهم، بس ما بيكونش حد مهتم ولا بيكون عندهم حل. فبيقول ايان ان كلهم يا هيخسروا يا هيكسبوا مع بعض، ولازم تكون اللعبة متعادلة لكل الاطراف. فبتفتكر وقتها ليزا باقي الذكرى مع هانا ان هي قبل ما تمشي بتقول لها مامتها ان معنى الكلمة اللي سألت عليها هو التعادل بين للاطراف. فبيجي لها ذكريات كتير بينها وبين الفضائيين لكن هي ما حصلتش قبل كده، فسابتهم في الاجتماع ده وتاخد نفسها وتطلع بسرعة تروح ناحية المركبة الفضائية. والغريب ان بيحصل بالظبط زي ما هي افتكرت، وبينزل لها مركبة فضائية صغيرة كده بتركب فيها وبتطلعها للفضائيين فوق وبتكون لوحدها، والكل بيبقى متفاجئ مفكرين انها مش هترجع تاني. ليزا بقى بتشم غاز وبعدها بتلاقي نفسها قدام واحد من الاتنين الفضائيين، واللي بتعرف ان اصلا كل اللي كانت بتشوفه ده كان عبارة عن رجليهم بس، وان اجسامهم اكبر من كده وليهم دماغ وجسم. بتتكلم مع واحد فيهم وبيقول لها ان التاني بيموت، وعرفها بقى القصة كلها وانهم اصلا كائنات متطورة جدا وجايين هنا علشان يعلموا البشر وينقذوهم بعد 3000 سنة. وده لان هم اصلا بيعرفوا المستقبل، وان الرموز بتاعتهم دي اللي بيفسرها وبيفهمها هو كمان بيشوف المستقبل. وده بيفسر اللي بيحصل لليزا، وان كل حاجة بتشوفها بتكون اصلا من المستقبل مش من الحاضر. وعشان كده ليزا بتوعد الكائن الفضائي ان هي هتتصرف، وبتنزل وتكون تعبانة جدا وبيمسكها ايان، لكنها بتدخل في حلم وبتشوف المستقبل وبتعرف ان هي فعلا هتخلف بنت وهيبقى اسمها هانا. وهانا بتسألها ليه باباها ما عادش بيجي ولا بيشوفها، فبتعتذر منها ليزا وبتقول لها انها السبب لانها قالت لباباها حاجة ما كانش ينفع تقولها. وبنعرف ان ليزا بقت بتشوف المستقبل وعرفت ان بنتها هيصيبها سرطان لما تكمل 18 سنة، ولما قالت كده لجوزها زعل جدا وما كانش عايز يتعلق ببنته اكتر من كده. بتفوق ليزا وبترجع للمعسكر وبتلاقي كلهم بيجمعوا حاجتهم وبيمشوا عشان تيجي قوات خاصة تسيطر على المكان بقى. وفي اللحظة دي بتشوف لمحة من المستقبل وانها بتفتح كرتونة فيها الكتاب الاخير اللي هي الفته، بيكون اسمها لغة عالمية وبتكون عن اللغة بتاعة الفضائيين. وهنا بتكتشف ليزا ان هي بدأت تفهم وتقرا وتفسر اللغة بتاعة الفضائيين، وده بيخليها تشوف المستقبل عادي جدا بوضوح. بتحاول انها تقنع الجنرال جي تي انه يصدقها ويديها فرصة، لكن هو بيقول لها ان مفيش فرص تاني خلاص. بس هي بتشوف تاني لمحة من المستقبل وبتشوف انها في حفلة ضخمة جدا وفي عدد كبير من الجنسيات من الدول اللي كان فيهم السفن الفضائية، وبيجي رئيس وزراء الصين شينج وبيشكرها وبيقول لها انها الحفلة دي كلها معمولة علشانها وعلى شرفها، وان هي من 18 سنة قدرت تنقذ العالم كله وعملت حاجة رئيس دولته نفسه ما قدرش يعملها، وهي انها غيرت رأيه. وليزا ما بتبقاش فاهمة اي حاجة، فبيقول لها ان هي لما اتصلت بيه على رقمه الخاص وقالت له كل حاجة غير رأيه، بس ليزا بتقول له انها ما تعرفش رقمه الخاص اصلا. فبيوريها شينج الرقم على التليفون، وبنعرف ان كل حاجة بتساعدها علشان تغير المستقبل. وفعلا بتدخل ليزا بسرعة وبتاخد تليفون وبتتصل على رقم شينج. وقتها داني بيعرف ان في اتصال طلع من المعسكر وبيكون من تليفونه، فبيطلب من الضباط يروحوا يدوروا على الشخص اللي معاه التليفون ده. اما ليزا بقى فما بتبقاش عارفة تقنع رئيس الوزراء ازاي، فبترجع تاني وبتشوف لمحة من المستقبل وبتسأله هي قالت له ايه في المكالمة، فبيقول لها ان هي قالت له اخر كلام مراته قالته ليه قبل ما تموت، وبيقول لها الكلام وساعتها بيرد عليها شينج وبتقول له نفس الكلام. وقتها بيدخل ايان وبيحمي ليزا لان الضباط كانوا عايزين يقبضوا عليها لحد لما بتنتهي المكالمة، وكل حاجة فعلا بتتغير والصين بتغير رأيها وكل الدول وبيعلنوا السلام. وبعد اقل من 4 ساعات بتختفي كل السفن الفضائية، وده معناه انهم هيظهروا تاني كمان
كمان 3000 سنة عشان يحموا البشر، وبكده تكون ليزا نجحت ووفت بوعدها للفضائيين. وفي لمحة من المستقبل بتعرف ان ليزا اتجوزت ايان وخلفت منه هانا، وعشان كده لما بيجي ايان يودعها قبل ما بيمشوا فبتعترف له انها معجبة بيه، وهو كمان بيقول لها انه بيحبها من اول لما شافها. وبتكمل ليزا في حياتها زي ما متخطط ليها من غير ما تغير حاجة، وبينتهي الفيلم بتاعنا على كده. سلام.